بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ادعوا لأهل غزة وفلسطين ربنا ينصرهم. النهاردة هعمل ايه؟ هعمل بانيه وهعمل مكرونة سباكيتي. عملت ايه في البانيه؟ تبلته ببصلة وملح وفلفل اسمر وخمس فصوص توم. تمام. وعملت بيضتين، حطيت عليهم شوية فلفل اسمر وشوية ملح صغيرين عشان البقسماط بيبقى مملح. تمام. وحطيته في البيض وغلفته بالبقسماط. تمام. ادي المكرونة الاسباجيتي. هعمل معاها ايه؟ هعمل معلقة صلصة، وادي الطماطم، وبحط مع الصلصة القرنين الفلفل دول بيدوها طعم حلو. هبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الزيت سخن. هبدأ احط البانيه. صلوا على رسول الله. خليكم معايا. بصوا حبايبي، طول ما انتي بتحمري في ايديكي الصفايه دي، بصي الصفايه دي طول ما انتي بتستعمليها كده الزيت لحد اخر حته بانيه بيبقى زي الفل، ما بيتحرقش ابدا. ما بستغناش عن الصفايه دي طول ما انا بحمر اي حاجه، سمك، بانيه، اي حاجه بحمرها ما بستغناش عن الصفايه دي. صلوا على رسول الله. هحمر بقى بقيه الكميه وارجع لكم. بصوا حبايبي، صديقه ليا بقول لها يا رب المحتوى اللي اكون بقدمه ده يعني الناس تستفيد منه. قالت لي والله يا عزة، هي حبيبتي يعني من اقرب المقربين لقلبي. قالت لي والله انا استفدت منك من موضوع الصفايه ده. انا كنت بعمل ايه؟ كنت بقفل على الزيت. تمام. لما الاقيه هيبدأ يتحروق كده واروح عامله ايه؟ اروح مصفياه وارجع تاني اولع عليه وحمر تاني. لكن انتي من ساعه ما قلتي على موضوع الصفايه دي كده وانا بعملها والزيت لحد اخر حته بيبقى زي الفل. فانا استفدت منك في الموضوع ده. طبعا فرحت جدا، فرحت قوي 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 ان انا عملت حاجه وفدت بيها حد. صلوا على رسول الله. بصوا حبايبي، اخر حته بانيه، بصوا، ولا متحروقه ولا الزيت محروق ولا اي حاجه. وده طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل الصفايه اللي انا بصفي بيها الزيت. شايفين اخر حته اهي زي اول حته بالظبط. شايفين صلوا على رسول الله. دلوقتي هعمل
هسلق المكرونه واعمل الصلصه بتاعتها. خليكم معايا حبايبي. انا غيرت نوع المكرونه اللي هعمله. ماشي، عملت مقصوصه اهي. لقيت احفادي داخلين عليا كده دلوقتي وقالوا لي مش عايزين مكرونه سباكيتي، عايزين مقصوصه صغيره. تمام، المكرونه اهي بتتسلق. وصلوا على رسول الله. صلوا على رسول الله. بصوا يا حبايب قلبي، هبدا اعمل الصلصه بتاع المكرونه. ادي معلقتين صلصه. تمام، هبدا احور فيها كده، معاها معلقه سكر. احور فيها كده، اطلع منها الماده الحافظه. صلوا على رسول الله. خلاص كده ابدا انزل بالطماطم. طبعا الطماطم دي اللي انا كنت مفرزاها من رمضان، فاكرين؟ هبدا بقى ايه، ابهرها بالملح. فلفل الاسمر. الكمون. وادي البهارات اللي بحطها على المكرونه. صلوا على رسول الله. اغطي عليها بقى واسيبها تتسبك وتاخد وتدي مع بعضها. تمام، وبعد كده خلاص المكرونه كده خلصت. هتتسقط فيها وهتتقلب. صلوا على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على رسول الله. وده كان الشكل النهائي للمكرونه بتاعتنا النهارده مع البانيه. تمام، لسه فاضل بقى هنعمل شويه سلطه، بس طبعا ابني مستعجل عايز ياكل علشان رايح الشغل. تمام، كنتم مع عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ما تنسونيش في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادعوا لأهل غزة وفلسطين ربنا ينصرهم ويفك كربهم. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.